كل الشعب عمال يقول الحالة الاقتصادية بتاعنا بقت في النازل، مفيش شغل، مفيش فلوس، مفيش. لا والله في حاجات أفضل من دي بكتير، بس احنا نبطل نفتح عقولنا للناس اللي بيضلونا. كل القنوات اللي بره الخارجيه دي اللي بتدلنا يقول لك انزل اخرب، انزل اعمل، انزل ما تسكتش، الاقتصاد بتاعك هم السبب، هم اللي عملوا فيك كده. لا مش هم، احنا عقولنا ان احنا نفتح عقولنا ليهم. قسما بالله ما بيحبونا، قسما بالله اللي يحبك انت، اللي يخاف على امك وامي انت، اللي يخاف على اختك واختي انت، اللي يخاف على مراتك ومراتي انت. اوعوا تسمعوا كلامهم القنوات المضله دي، والله بيضلونا يا جماعه، قسما بالله بيضلونا. احنا معانا رئيس كويس جدا يا جماعه، ومعانا الجيش قوي. والله الراجل ده حارب في سينا، حارب مين؟ حارب البلطجه. لو ما كانش قضى عليهم كان ايه اللي هيحصل؟ قولوا الحمد لله، الحمد لله ان الناس دي اتقضى عليها. لو ما كانش اتقضى عليها كنا كل يوم نسمع في تفجير في الحته الفلانيه، ده في اغتصاب، ده في خطف، ده في قتل، ده في مش عارف ايه. لا يا جماعه احنا في غنى عن كل ده، قسما بالله. اوعوا تسمعوا للناس القنوات المضله دي زي معتز مطر، زي محمد ناصر وغيره تتفرج عليهم عاملين لنا زي الشخشخه في ايديهم. ايه خلاص بيستخفوا بعقولنا للدرجه دي؟ لا احنا لازم نفوق. خاف على امك، خاف على اختك، خاف على مراتك، خاف على بنت خالتك، خاف. الحمد لله احنا لو ما كناش معانا رئيس كويس وجيش عظيم قسما بالله كان هيحصل فينا زي ما حصل في البلاد التانية. انا عاوزكم تفوقوا، فكر بعقلك مره، ولو مره واحده، دقيقه واحده في حياتك بس، شوف الدنيا فيها ايه. احنا اعدائنا على الحدود بره قسما بالله خطتهم عاوزين يجرونا المشاكل، واحنا الحمد لله معانا رئيس فاهم جدا سياساتهم، ماشي معاهم بالحل السياسي. ده فكر والسياسه يا جماعه كبيره علينا جدا، خلي بالكم. نفسهم يجرونا المشاكل. كل القنوات دي مدفوع لها فلوس، بيندفع لها ملايين الدولارات عشان يلعبوا بعقولنا ويستخفوا بعقولنا. اصحوا وفوقوا، جه الوقت اللي احنا لازم نتحد فيه. لو ما اتحدناش قسما بالله هتلاقوهم هنا من بكره، الاعداء بتاعنا كلهم هنا في بلدنا، وانتوا عارفين انا اقصد مين وبتكلم عن مين. والله يا رب هيدخلوا لنا هنا. وساعتها امك اللي شالتك 9 شهور في بطنها، وساعتها امك اللي رضعتك، وساعتها امك اللي المفروض تخاف عليها وتحافظ عليها، هتلاقي ناس بينهشوا في لحمها. امك وامي، اختك واختي، اصحوا فوقوا، لازم نفوق. جه الوقت اللي لازم نقف جنب الرئيس، جه الوقت اللي لازم نقف جنب الجيش. لازم. العروق اللي في دمنا دي كلها بتجري دم. مين اللي هيحمي البلد؟ هما قنوات المضله؟ والله العظيم ما حد هيحمي البلد غيرنا احنا، قسما بالله احنا اللي هنحمي البلد. دول لو بيخافوا علينا كانوا قالوا لنا حاجه غير اللي بيقولوها لنا في القنوات المضله. كانوا قالوا لنا حافظوا على البلد، خافوا على البلد، اقفوا جنب الرئيس، اقفوا جنب الجيش. بس ما بيقولوناش كده، بيقولوا لنا انزلوا اخربهم، انزلوا اعملهم، السياسه غلط، مش عارف ايه، وهم اللي غلط. اصحوا فوق. خاف على اختك، خاف على امك، خاف على مراتي ومراتك هتتبهدل. ثق فيا، محدش هيخاف على البلد غيري وغيرك. والله الوطن لو ما هو غالي ما كانش ربنا قال اللي يستشهد في سبيل الوطن داخل الجنه. يا رب تكونوا استفدتوا. لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك. السلام عليكم.